كل ما حياتك تبقى مكشوفة قدام الناس أكتر، كل ما يبقى أسهل عليهم يشدوك لتحت. دي حقيقة اجتماعية معروفة. وعلى العكس تماماً، في قوة رهيبة إنك تختفي شوية وتشتغل على نفسك في هدوء. إنك تبقى مش متاح، ما تحكيش كل حاجة، وتمشي بخطة محددة. التحول اللي بيحصل في السر دايماً بيبقى أقوى، ولما تظهر تاني، التغيير بيصدم اللي حواليك. والأجمل إن ساعتها مش هيبقى فارق معاك رأي حد، لأنك هتتعلم إن الرأي الوحيد المهم هو رأيك أنت. خليني أشرح لك الموضوع ببساطة. في 3 مراحل أساسية: إزاي تختفي، تعمل إيه في الخفاء، وإزاي تظهر تاني. ولو غلطت في مرحلة، خصوصاً الأخيرة، هتندم. أول مرحلة: إزاي تختفي صح. أهم حاجة، اسكت. كلامك بيكشفك أكتر ما تتخيل. لا تحكي عن حياتك ولا خططك لأي حد، لا صحاب، لا زمايل، ولا حتى عيلة. الاستثناء الوحيد شريك حياتك، لو كنت واثق إنه بيدعمك بجد. في الأول الموضوع هيبقى صعب، لأننا بطبيعتنا بنحب نحكي، بس لازم تتعلم توقف الفكرة قبل ما تطلع من بقك. خليك لغز. لما تعمل كده هتتحرك بحرية أكتر، ومحدش هيعرف يمسك عليك حاجة. تاني حاجة: بطل تهتم برأي الناس. الناس أصلاً مش مركزة معاك زي ما أنت فاكر. أنت اللي موهم نفسك بكده. اقتل الجزء اللي جواك اللي مستني تقييم من أي حد. ابدأ كون صورة في دماغك للنسخة اللي عايز تبقى عليها. اسأل نفسك كل يوم: هل النسخة دي هتبقى فخورة باللي بعمله؟ لو الإجابة كمل. لو لأ، عدل طريقك. خلي رأيك هو الميزان. كده محدش هيقدر يتحكم فيك، لأن ببساطة محدش عارف انت ناوي على ايه. لازم كمان تخبي خططك. وانت مختفي هتطلع بأفكار وطموحات كبيرة، وهتحس برغبة انك تحكي. ما تعملش كده. خلي خطتك زي سر كبير. كل مرة تحكي جزء منها، فرص نجاحها بتقل. ولو محتاج نصيحة، اختار الشخص الصح، واديله أقل تفاصيل ممكنة، وخد اللي انت محتاجه وارجع تاني للظل. كمان خبي تقدمك. ما توريش جسمك بيتغير، ما توريش فلوسك، ما توريش مهاراتك. خلي كل تركيزك إنك تتحسن، مش إنك تتشاف. لو رجعت الأسلوب حياتك القديم وإنت في نص الرحلة، كل اللي بنيته ممكن يضيع. هتحس برغبة تحكي عن تعبك ونجاحك وفشلك، بس حاول تمسك نفسك. استغل الطاقة دي في شغل أكتر. وتعلم كمان تخبي وجعك. هتتعب، هتفشل، وهتتجرح. أول رد فعل إنك تشتكي لحد، بس القوة الحقيقية إنك تتحمل وتقوم لوحدك. اللحظات دي هي اللي بتصنع النسخة الجديدة منك. حدد هدفك بوضوح. أنت عايز إيه؟ عايز تخس، تبني بيزنس، تطور نفسك؟ اكتب الهدف وخليه قدامك، بس محدش غيرك يشوفه. نظم حياتك حوالين الهدف ده. كل ساعة في يومك لازم تخدمه. خليك مهووس بيه. نام وتصحى وانت بتفكر فيه. برمج عقلك إن السعادة في السعي، مش في كلام الناس. في الأول الموضوع هيبقى غريب، بس مع الوقت هتحب التعب وهتحب الرحلة. وفي الآخر، لو عملت كل ده صح، مش هتبقى محتاج تظهر. مش لأنك قليل، لكن لأنك كبرت. رأي الناس مش هيهزك، لا مدح ولا ذم. حياتك هتتغير، وهتفضل تطلب أكتر من نفسك، وهتعيش بسلام داخلي عمرك ما جربته قبل كده. لو ناوي تتغير بجد، ابدأ دلوقتي. بعد 6 شهور، يا إما تبقى شخص أنت فخور بيه، يا إما تبقى أسوأ من دلوقتي. لأن أسوأ حاجة إنك تبقى عارف الصح وما تعملوش. القرار في إيدك. أنت هتتحرك ولا هتفضل مكانك؟ نشوفك في الفيديو اللي جاي.